السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في مقطع فيديو جديد من بين المقاطع المخصصة لمباريات كأس أفريقيا كان الكوت ديفوار 2024. بداية ضعيفة نوعا ما إلى سيئة لمنتخباتنا العربية المشاركة في هذه البطولة في أول جولة، ما عدا المنتخب المغربي صاحب الفوز الوحيد في هذه الجولة. 5 مباريات للمنتخبات العربية في هذه الجولة، من بين كل هذه المباريات فقط فوز واحد لمنتخب المغرب، تعادلين وهزيمتين. راح نتكلم في هذا الفيديو على مباراة كل من الجزائر، تونس والمغرب، باستثناء المنتخب المصري لانه صراحه ما قدرتش نلحق على مباراه مصر وغانا. راح نتكلم في المقاطع القادمه على المنتخب المصري بشكل كبير. الفيديو باذن الله راح ينال اعجابكم بدون اي اطاله وتقديمات. هيا نبداو. البداية بالمنتخب الجزائري، منتخبنا الوطني. مباراة الجزائر ضد منتخب أنغولا، حرفيا الشوط الأول شوط هارب من البريمير ليج. إذا قيمت الشوط الأول على 10 راح نعطيه تقييم 9، والشوط الثاني وكأنك تتفرج على مباراة لفريق من الدوري الجزائري، والله حرفيا بدون أي مبالغة. شفنا ثنائية الصراحة جد جميلة في الشوط الأول بين كل من بلايلي وبونجاه، بذكريات كان 2019. انتج على هذه الثنائية هدف تقدم لمنتخبنا الوطني، وهدف ثاني جميل جدا من تسجيل بونجاه، إلا أنه لم يحتسب بحجة التسلل. هذا الهدف لو كان تحسب كانت مجريات المباراة كاملة راح تتغير حرفيا. ميلا علينا. بالك من أهم النقاط واللي لاحظتها أنا شخصيا في المباراة هي البطء الشديد والكبير جدا في بناء الهجمات. والله المنتخب الوطني تاعنا كان جد بطيء. صح أنه جزء كبير من بطء اللاعبين كان بسبب تراجع المستوى البدني للاعبين، خاصة في الشوط الثاني اللي انهاروا حرفيا بدنيا. إلا أنه المشكل والأمر اللي زاد الطين بالله غياب الحسم والفينش في جميع الفرص اللي قدر يصنعها منتخبنا الوطني. وفي كرة القدم إذا ما سجلتش أكيد راح تستقبل اهداف، وبخطا كبير من نبيل بن طالب، خطا حقيقه لا يغتفر. اهدى هديه مشي حتى ركله جزاء، قدم هديه للمنتخب الانغولي سجل من خلالها تعادل في الدقيقه 64. بعد هذا الهدف مباشره منتخبنا الوطني الجزائري بدا يعاني نوعا ما، وبدات انغولا تمسك الكره على المنتخب وبدات تكسب اكثر ثقه وتتحرر في المباراه، مع تغييرات جمال بالماضي واللي حرفيا لم تاتي حتى بالجديد، في غياب تام لنجمه ونجم المنتخب الجزائري الاول رياض محرز اللي كان اشبه بالغائب في جميع اطوار المباراه. نروحوا للمباراه الثانية في المجموعة واللي تجمع بين خصم المنتخب الجزائري في الجولة القادمة بوركينا فاسو ونظيره المنتخب العربي منتخب موريتانيا. حقيقة وبدون أي مبالغة منتخب بوركينا فاسو لم يقدم أبدا الشيء الكبير في مباراته ضد منتخب موريتانيا. فوز صعب جدا على المنتخب الموريتاني في آخر لحظات المباراة من خلال ركلة جزاء سجلها المنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 96. حارس منتخب بوركينا فاسو أنقذ المنتخب تاعه في العديد والعديد من المناسبات، ومنع المنتخب نفسه من الخروج من أجواء المباراة، خاصة أن المنتخب البوركينابي عانى كثيرا في محور الدفاع. المباراة على العموم في متناول منتخبنا الوطني، هذا الأمر صحيح صح، لكن ما يعنيش أبدا أنه هذه المباراة مباراة سهلة. المباراة راح تتلعب على الساعة 2 بعد الزوال. المباراة السابقة مع أنغولا كانت على الساعة 8، الساعة 8 بتوقيت ساحل العاج، وشفنا التعب والإرهاق اللي عانى منه منتخبنا الوطني، فما بالك بمباراة راح تتلعب على الساعة 2 بعد الزوال. زائد أنه بوركينا فاسو في حد ذاته وفي آخر 5 نسخ في بطولة كأس أفريقيا وصل 3 مرات لنصف نهائي هذه البطولة. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. نروحوا للمنتخب المغربي، المنتخب الوحيد اللي فاز ما بين المنتخبات العربية. الفوز تاع المنتخب المغربي كان فوز بكل من الأداء والنتيجة، بثلاثية تداول على تسجيلها كل من رومان سايس وناحي ويوسف النصيري. المنتخب المغربي يأكدوا من أول جولة أنه راح يكون أكثر منتخب مرشح للظفر والفوز بهذه النسخة، وعازم بكل قوة على استرجاع اللقب المفقود منذ عام 1976. المنتخب المغربي حرفيا بشعار يا إما هذه النسخة يا إما فلا. المنتخب المغربي عرف يساير أطوار المباراة وأدارها بشكل ذكي جدا. الشوط الاول المنتخب المغربي كان يلعب بهدوء دون اي اندفاع واستحوذ على الكره وقدر يسجل هدف. وفي الشوط الثاني المنتخب التنزاني كان يحاول يرجع بالنتيجه، وبطبيعه الحال اكيد راح يفتح اللعب ما دام يحاول يرجع، الامر اللي سمح للمنتخب المغربي انه يمسك زمام الشوط الثاني ويسجل كل من الهدف الثاني والثالث. اكثر امر الصراحه يلفت الانتباه في مباراه المغرب وتنزانيا هي تغييرات وليد الركراكي الخمسه. المنتخب حرفيا وكانه ما لعبش 90 دقيقه كامله، نفس السرعه نفس القوه نفس الروح ونفس الريتم ونفس الاداء، بالعكس ولات احسن بكثير من بدايه المباراه. حتى الصراحه هذه النقطه كبيره تحسب لوليد الركراكي. الفوز هذا حقيقه راح يعطي للمنتخب المغربي ثقه كبيره جدا، وراح يدخل باقل ضغط وباريحيه كبيره في المباراه القادمه ضد الكونغو الديمقراطيه. على كل حال
اول فوز للمنتخب المغربي في طريق تحقيق النجمه الثانيه. نروحوا للمنتخب التونسي واللي يصدف انه مباراته في الجوله الثانيه راح تكون في نفس يوم مباراه الجزائر ضد بوركينا فاسو. المباراه الاولى للمنتخب التونسي كانت حقيقه مفاجئه بخسارته امام منتخب ناميبيا ب1-0. في الشوط الاول كان المنتخب التونسي حرفيا يعاني كشغل من سوء التصرف، خاصه في وسط الميدان واللي كان فيه خلل كبير، الامر اللي اعطى ثقه كبيره للمنتخب الناميبي وخلاه يتحكم بطبيعه الحال اكثر في مجريات الشوط الاول. في الشوط الثاني المنتخب التونسي كان الافضل في العديد من الفترات، وكان قادر يسجل هدف التقدم في العديد من الفرص، الا انه الفاعليه كانت غائبه امام المرمى. الامر اللي ضر المنتخب التونسي حقيقه هي التغييرات المتاخره اللي قام بها مدرب المنتخب في وقت متاخر من الشوط الثاني، والتغييرات في مراكز اللاعبين في حد ذاتها داخل المباراه اللي كان لها تاثير كبير ضد المنتخب التونسي في حد ذاته. حرفيا كان كاين خلط كبير في المباراه. هدف المنتخب الناميبي كان نتيجه لاستهتار كبير للدفاع التونسي وكل اللاعبين اللي كانوا في منطقه العمليات، يعني من بين اللاعبين كامل اللي كانوا في منطقه العمليات واحد فيهم اللي تولى وفاق باللي كاين لاعب موجود خلف ظهر جميع اللاعبين، كان حرفيا حر ووحيد في الملعب وكانه لا يوجد اي لاعب. والله غريبه. مبدئيا وعلى العموم ومن رايي الشخصي المنتخب الناميبي كان الافضل في المباراه، صحيح ما كانش الافضل في كل المباراه الا انه كان الافضل في اغلب فترات هذه المباراه واستحق الفوز. والله الصراحه استحق الفوز. مباراه المنتخب التونسي القادمه ضد منتخب مالي، صحيح على الورق منتخب مالي منتخب قوي جدا، خاصه انه متسيد المجموعه بعد فوزه على منتخب جنوب افريقيا ب2-0، الا انه المنتخب التونسي بامكانه الفوز بالمباراه والعوده للسباق وما يخليش خسارته في الجوله الاولى تاثر عليه وعلى معنوياته، خاصه انه الخساره هي مجرد مباراه وما تعنيش انه ماهوش قادر يؤدي في بقيه مباريات البطوله. الارجنتين في كاس العالم 2022 المقامه بقطر خسرت اول مباراه امام منتخب السعوديه وفي الاخير توجت بلقب البطوله. ما نروحوش لكاس العالم، في كاس افريقيا في حد ذاتها في عام 1990 في الكان اللي كان مقام بالجزائر، المباراه الاولى كانت تجمع ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب النيجيري. نيجيريا في المباراه الاولى خسرت كونتر المنتخب الجزائري ووصلت لنهائي هذه النسخه. في كان مصر 2019 منتخب السنغال خسر ايضا امام المنتخب الجزائري في الجوله الثانيه ووصل الى نهائي هذه النسخه. بالمختصر المفيد الخساره في دور المجموعات ما تعنيش انك ماكش راح تأدي في بقيه مباريات هذه البطوله. بالتوفيق للمنتخب التونسي. على كل حال وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. حاولت نغطي اهم تفاصيل ومجريات هذه المباريات الثلاثه ونبدي رايي الشخصي فيها. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله. كان معكم صهيب وهذه هي قناتنا. سلام.